جلست العائلة حول المائدة لتناول الفطور. أخواه الصغيران وأخته سيذهبون للمدرسة، أما أخوه الكبير فيداوم في الحسكة في المعهد. خبز التنور الطازج، وبيض الدجاجات ذوات الأعداء، ولبن الغنم الذي جلبته جارتهم هذا الصباح. شعر جوان بطعم آخر للفطور. كل شيء بسيط وعادي مع هذه العائلة البسيطة المجتهدة. حتى قريتهم بسيطة، لا يتجاوز عدد بيوتها 25 بيتا على طريق درباسية عامودة. ولكن دوما يتساءل لماذا اسمها تل جراد أو أبو جرادة؟ هل تم تعريبها كبقية القرى؟ أم فعلا كانت جراد فيها كثيرا حتى سميت هكذا تل جراد؟ ولكن حتى لو كان الموضوع يتعلق بالجراد، فلماذا تلفظ باللغة العربية؟ كبار السن في القرية قالوا له هذا هو اسمها منذ أن سكناها. صديق والده قال إن أحد المعمرين خارج القرية قال له بأن اسمها جرادي، أي رأى النور، والاسم جاء من مزار قديم يقع شرق القرية. وقصته تتلخص بأن رجلا قد جاء في زمن قديم ليلا إلى مكان القرية فرأى نورا على مزار فقالوا جرادي. جرادي أي رأى النور، رأى النور، وأصبح اسمها هكذا ثم عربت. جوان لا يعلم مدى صدق هذه القصة. أنهت العائلة تناول الفطور وذهب الصغار إلى المدرسة، وبقي جوان ووالداه يحتسيان الشاي. جوان يبدو أن المطر قليل في هذه السنة، لأن أثناء مروري بالحقول كان حال الزرع يرثى له. الأب حتى الآن لم نرى منخفضا قويا، فهذا الشتاء مر وكأنه الربيع. تأتي زخات المطر وتنقطع. المرة الوحيدة التي جاءت قوية لم تدم نصف ساعة. الأم يا ستار، كل هذا لأنه لم تبقى رحمة على الأرض. فعندما كانت لدينا تلك البقرة السوداء كانت تدر الحليب الوافر. كنت في كل صباح أوزع اللبن على الجوار. أما الآن فلا بقرة ولا لبن. معظم أهل القرية لديهم غنم واللبن كثير، ولكن لا أحد يقول هذا صحن لبن لبيت أبي حسن، باستثناء جارتنا التي تبعث لنا صحنا مع ابنتها كل يوم أو يومين. الأب لا حق لنا على أحد. الأم وكيف لا حق لنا؟ ثم ألم نصل لهذه الدرجة من القلة بسبب سجنك وركضك وراء الأحزاب والقضية؟ قل ماذا قدمت لك القضية؟ وقد خسرت من عمرك وخسرت سيارتك، وأولادك ليسوا كأولاد العالم، لا يستطيعون شراء ثياب جديدة. وماذا فعل لك هذا الشعب الذي اعتقلت لأجله؟ كثيرون منهم لم يكونوا ليجرؤوا على المجيء إلى بيتنا أو السؤال عنا. جوان فعلا الكثير منهم كان يخاف المجيء إلى بيتنا. فصديقك صاحب البيك أب استأجرت سيارته مرة لجلب السماد للبيت، وفي المرة الثانية عندما قلت له سنأخذ بعض الأغراض للقرية قال لي لا أستطيع، لأن عنصرا من مفرزة الأمن السياسي قال لي لماذا تذهب إلى بيت أبي حسن؟ ولكنه كان يكذب يا أبي، هكذا قال لي خالي. قال بأنه يخاف، وقصة عنصر المفرزة حجة كي لا يأتي إلى بيتكم. يطلق والده زفرة طويلة ويقول ارحموني، هل أنتم نادمون لأنني اعتقلت؟ وهل اعتقالي كان لسبب مشين تخجلون منه؟ جوان لا يا أبي، اعتقالك يشرفنا والعالم تحترمنا لأننا أولادك، فمن يعرف بأنني ابنك يرحب بي ويحترمني لأجلك. يتوجه جوان لوالدته، خلاص يادي، كل هذا لأجل صحن لبن، لن نأكل اللبن بعد اليوم. الأم القصة ليست قصة لبن، ولكن كما تريد لتكن القصة قصة لبن. يضحك جوان ويقول أخبريني يا أمي عن أخبار القرية في غيابي. في الأيام القليلة التي تلت مجيئه لاحظت كل العائلة بأنه قد تغير، فهو يبقى لوحده كثيرا ويسهر الليل وينام كثيرا في النهار. حتى سمع أباه مرة يقول لأمه ما بال هذا الولد ينام كثيرا كأن أحدا سحره. صدق الأب
فجوان مسحور بهيلين يسهر في الظلمة ويستمع لأغاني الحب، أفكار تأخذه وأخرى تعيده، تأتيه لحظات كآبة يقول لنفسي أحيانا: لماذا أحببت؟ فقد عدت للتفكير والوحدة والشوق الذي ينهش روحي. تعذبت كثيرا خلال التجربة الأولى، لم أرغب بإعادة التجربة. أخاف الحب بقدر حاجتي إليه، فيه العذاب ولهذا العذاب مذاق طيب. وغريب هذا المزيج من المشاعر. هو الآن في حالة صراع بين فشل تجربته الأولى والأمل بنجاح الثانية. وما يصعد هذا الصراع هو اقتراب موعد مكالمة هيلين. كم يتمنى لو أن هاتفا في بيتهم لتكلم معها على هاتف المدينة الجامعية، بالرغم من أن قريتهم على الحدود التركية، ولدى مديرية البريد خطة لجلب خطوط الهاتف للقرية، إلا أنهم لا ينفذون شيئا من خططهم. وبالرغم من المراجعات المتكررة للبريد وعرض الرشاوي، لكن عبثا يحاول أهل القرية ذلك. هذه الدولة وصلت إلى أوج ظلمها للشعب، بل وصلت إلى المرحلة التي تكلم عنها ابن خلدون، وهي مرحلة الزوال. فلا طرق معبدة جيدا، ولا خطوط هاتف، ولا وظائف لأصحاب الشهادات. ثم أن هناك مئات الآلاف من الكرد مجردون من الجنسية، وهناك 40 قرية استوطنها الآخرون في محافظة الحسكة. جردوا أصحاب المنطقة من أراضيهم ومنحوها للمغمورة أراضيهم حول نهر الفرات. عائدات النفط لا يستفيد منها إلا ثلة من الأشخاص. هناك آلاف المعتقلين مصيرهم مجهول. لا بد أن ترحل هذه الطغمة الحاكمة كي يعيش الشعب بكرامة ويتذوق طعم الحياة. التفكير المرهق والكثير يجعل جوان ينام كالمخدر، تاركا آلة التسجيل تغني للجدران. في اليوم التالي جاء أخوه الكبير إلى البيت لأنه اعتاد أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع مع أهله. والده لم يكن في البيت، وأخوته الصغار يلعبون خارجا. جلسا مع أمهما في غرفة الضيوف، وبينما كان أخوه يفرد حقيبته لاحظ جوان وجود ظرف رسائل في يده، فسأله: ما هذه الرسالة؟ حسن: إنها رسالة من صديقتي، بل حبيبتي، ولكنها انتقلت من المعهد في الحسكة إلى المعهد في محافظتها. الأم: وهي من أي محافظة؟ حسن: حماة، مدينة أبي الفداء. جوان: ولما انتقلت وتقول بأنها حبيبتي؟ حسن: لأنها تخاف البقاء والإبحار في حبي مثلما أنا مبحر في حبها، فتخرج من دينها لأن أهلها متشددون. الأم: يا ستار، هي ليست مسلمة؟ حسن: بل هي مسلمة، ولكنها من الطائفة المرشدية وأهلها متشددون. الأم: لا يابو، لا تلزمك هذه الفتاة، إن تزوجت فتزوج من مسلمة. يقول جوان لنفسه: حبيبة حسن مسلمة ولكنها من الطائفة المرشدية، وأمي ترفض، فماذا ستقول إن عرفت بأنني متيم بفتاة من دين سيدنا المسيح؟ تذهب الأم لتحضر لهما الشاي المشروب المفضل في المنطقة، فيبقى الأخوان ليطلب حسن مساعدة جوان، لأنه يعلم بأن كتابات جوان جميلة ومليئة بالأحاسيس. حسن: أعلم بأنها تحبني، ولكنها تتهرب، لأنها تقول ما من نتيجة لعلاقتنا، لذلك لا تعترف بحبها لي. وأكتب لها الكثير من الرسائل فترد كصديقة فقط، وأريدك أن تكتب لي رسالة تلين الصخر. جوان: هل عندك صورة لها كي أضعها أمامي وأنا أكتب لها؟ حسن: نعم، فقد أخذنا صورة جماعية كطلاب معهد، خذ الصورة. يتناول جوان الصورة ويتأمل الفتاة. سبحانك يا الله، كم هي جميلة ورقيقة، تشبه تلك العصافير الصغيرة التي تأتي إلى القرية شتاء ولا تدوم، بل ترحل باكرا. ولا يعرف جوان أسماءها. وضع الصورة أمامه وبدأ يكتب لها، لكنه في داخله عاد إلى تلك الأيام حينما كان هو وحبيبته الأولى يتبادلان الرسائل، فبدا كأنه يكتب لحبيبته لا لحبيبة أخيه. بعد أسبوعين جاء الرد منها، وبدت
النتيجة، وبدت النتيجة في وجه أخيه بمجرد مجيئه للبيت، فقد بدا فرحا لأنها بعثت له رسالة تعترف فيها بمشاعرها تجاهه، وبالرغم من ذلك لا تستطيع كسر عقيدة أهلها. المهم أن أخاه ارتاح وقال له: يا جوان، يجب أن تصبح شيخا للعشاق، تكتب حجابات العشق فقط. لا يعلم أخوه أن جوان بحاجة إلى حجابات الشيوخ والرهبان كي لا تكون نهاية حبه كنهاية حب أخيه. 7:07 صباحا رن منبه الساعة التي وضعها جوان بجانب رأسه كي يستيقظ عند أول رنة، وكأنه ذاهب للامتحان. اليوم هو 10 من أيام الشهر، وهو أجمل يوم يأتي منذ اليوم الذي ودع فيه هيلين. جلبت أمه الفطور لأنه أخبرها ليلة أمس بأنه سيذهب باكرا إلى الدرباسية. تناول بعض اللبن الذي جلبته ابنة الجيران وكأسا من الشاي، وانطلق باتجاه طريق الدرباسية. سألته أمه عن سبب استعجاله، فقال لها: ألا تعلمين بؤس هذا الطريق وقلة المواصلات؟ بالفعل طريق درباسية عامودة بائس، سرافيز الإجرة قليلة، وموعد مرورها غير محدد، فيضطر أي شخص أن يؤشر بيده للسيارات الخاصة، وهي قليلا ما تقف، فأحيانا ينتظر الشخص لأكثر من ساعة على الطريق فلا تقف سيارة، فيعود غاضبا إلى البيت. هذه معاناة معظم أهل القرى، وخاصة القرى التي تبعد عن الطريق العام، كون قرية جوان قريبة جدا من الطريق العام. يتذكر عندما كان طالبا في الإعدادية والثانوية كان والده يملك سيارة، فيذهب هو وأخوه وطلاب القرية بسيارة أبيه صباحا، أما عند العودة فكانوا يقفون على الطريق حتى يأتي باص الأجرة أو أي سيارة خاصة فتأخذهم في طريقها إلى القرية. لكن اعتقال والده في الأول من الشهر 11 من العام 1995 للميلاد أفقدهم وسيلة النقل الصباحية، وباتوا يعانون مشكلة الذهاب إلى المدرسة والإياب منها. كانت هناك سيارة أخرى في القرية يأخذ صاحبها أولاده فيها إلى المدرسة، إلا أن مزاجه كان صعبا، فعندما يؤشر طلاب القرية بيدهم له كان يقف ويقول بانزعاج: لماذا ترفعون أيديكم؟ ألا أعرفكم؟ سأقف بدون أن ترفعوها. توقف الطلاب عن رفع أيديهم، وعندما يقترب منهم ولا يستطيع تجاوزهم خجلا يقف ويقول لهم: لماذا لا ترفعون أيديكم كي أراكم؟ القصة لم تكن قصة رؤيتهم من عدمه، إنما كانت عدم رغبته في رؤيتهم وأخذهم إلى المدرسة أو جلبهم منها. بعد ساعة من الانتظار توقفت سيارة أمام جوان بدون أن يرفع يده، لأنه مل من رفع يده، وكان قد قرر أن يمشي عدة كيلومترات، وهي المسافة التي تفصل بين قريته والدرباسية. ركب السيارة ونسي وجع رجليه من الوقوف الكثير. عند مدرسته التي درس فيها الإعدادية والثانوية نزل من السيارة، كان مستعجلا، لكن شيئا ما في ذاكرته استوقفه، إنه ذاكرة المكان. فهنا أمام المدرسة تحدث مطولا مع حبيبته في أيام الامتحان، وشكى لها حزنه بسبب انتهاء العام الدراسي وابتعاده عنها، وكيف سيصبر في شهور الصيف المزعج وهي تبادله الشكوى. ولا مكان للقائهما في هذه المدينة الصغيرة التي تعد الحب جريمة يعاقب عليها المجتمع. قطع جوان تفكيره ومشى مسرعا تاركا المكان وذكراه. يبدو أن حبه الأول كان كمرض مزمن لن يفارقه بالرغم من مجيء ربيع جديد. وصل إلى بيت صديقه آراس الذي استقبله بحرارة، وجلسا يسأل كل منهما الآخر عن أحواله. في النصف ساعة التي كانت تفصله عن 10 أخبر صديقه بأن لديه مكالمة هاتفية ضرورية، فأسرع صديقه بجلب القهوة له وغادر الغرفة وذهب إلى باحة البيت ليطرد أخوته الصغار الذين كانوا يلعبون ويمرحون، ويوجههم باتجاه الشارع كي يتكلم جوان براحته ولا يزعجه ضجيج الصغار، لأنه عرف بأن جوان سيكلم حبيبته، فلا أسرار بينهما، فهما صديقات طفولة.
في العاشرة تماما كانت أصابع جوان تدق على الأرقام التي حفظها أكثر من تاريخ ميلاده. هيلين نعم، صوتها أدفأ، صوتها أدفأ حتى أصابع يده المتجمدة بردا. جوان، مرحبا هيلين. هيلين منذ نصف ساعة بجانب الهاتف، ولم تذهب مع أمها إلى السوق بحجة أن صديقتها ستكلمها. هي أيضا مشتاقة له ولصوته، فقد أصبح جزءا من حياتها كما هي أصبحت كل حياته. هيلين، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ لم تعد الكلمات الرسمية تريح قلبه، فأطلق العنان للكلمات. جوان، كمهاجر لم يطأ أرض الوطن منذ دهر وارتمى على ترابه، هكذا اشتقت لك، ولا أعلم كيف سأصبر على فراقك. صمت الهاتف قليلا، فكلامه ملأ روحها بهجة وسعادة، وأرادت أن تقول له: وأنا بعد أن غادرت آخر مرة لم تفارق خيالي، وكنت معي في كل صباح، وفي التوقيت نفسه تمشي بروحك معي من المدينة إلى الجامعة، إلا أن كبرياءها وخجلها منعاها من قول ذلك. هيلين، شكرا، كنت أعلم بأنك ستتصل في العاشرة تماما لأنك دقيق في مواعيدك، لذلك لم أذهب مع أمي إلى السوق، لأنها بعد السوق ستذهب لبيت خالتي، ولا أرغب في أن تنتظرني كثيرا. جوان، كنت سأنتظرك النهار كله. هيلين، أعلم، ولكن لا أريد أن أعذبك أبدا، وكنت مشتاقة للحديث معك، فمنذ وصولي البارحة كنت أخطط لهذه اللحظة. يبدو أنها أيضا لم تعد تستطيع مقاومة ذاك الشيء الجميل بداخلها، فالمرأة مهما كانت قوية تنقلب في الحب إلى عصفورة صغيرة في شتاء قارس، لتصبح ضعيفة أمام البرد وأمام الحب. لكنها لا تعلم بعد إن كان هذا الذي يحرك روحها حبا أم لا، لأنها لم تجرب الحب قبل ذلك. لم ترد هيلين الاسترسال بالحديث في هذا الاتجاه، لأنها عرفت بأن جوان تملكه الشوق وسيبحر في الكلام، وهي تخاف من هذا الحاجز الديني بينهما، فبدأت تسأله عن أحواله وأهله، فيجاوبها ويريد أن يعود بالكلام إلى ما قبل السؤال عن الأهل، وهي تستمر في هذا الاتجاه حتى مضت ساعة على حديثهما، وسماعة الهاتف تعرقت. هيلين، سأغلق الهاتف، أخاف أن يتصل أبي أو أمي، ولا أريد أن يكون الهاتف مشغولا أكثر من ذلك. جوان، ومتى أكلمك ثانية؟ هيلين، لا أستطيع، فغدا ستزورنا عائلة عمي القادمة من كندا، لأنه سيزوج ابنه من إحدى قريباتنا. جوان، أليس هناك مجال ولو ل5 دقائق؟ هيلين، لا. جوان، ومتى ستعودين إلى الجامعة؟ هيلين، نهاية الشهر. جوان، سأشتاق لصوتك. هيلين، وأنا أيضا، مع السلامة. أغلقا الهاتف. قلب هيلين ينبض بقوة، وقلبه بقوة أكثر. كلاهما أصبح يدرك أن الحياة بدون الآخر لا تحتمل. في الأيام التي تلت المكالمة كان جوان يبقى وحيدا لمدة طويلة في غرفته، وعند الغروب كان يقف أمام البيت يتأمل الشمس وهي تغادر الأرض، وكأن الأرض تبتلعها شوقا، وهو يكرر المكالمة الهاتفية في نفسه مرات ومرات. والده كان ينزعج من وضعه هذا ويحس بغصة، لأنه يعتقد بأن ابنه مزعوج لأنه لا يستطيع أن يداوم كأصدقائه على الجامعة، ولكن ليس بيده حيلة، فسيارته تم الحجز عليها عندما كان معتقلا، وكل ذلك نتيجة ثقته بالناس، لأن صاحب مكتب السيارة قال له: هذه السيارة لا ديون عليها، فاشتراها، لكن صاحب المكتب كان يكذب لأن السيارة كانت مديونة، ولذلك عندما لم يدفع بائع السيارة دينها تم الحجز عليها. حينها جاء مدير التنفيذ مع الشرطة وأخذوا السيارة دون أن يكون لوالده ذنب سوى ثقته بصاحب المكتب. في ذلك الوقت
كل أهل القرية انزعجوا وحزنوا لأجل عائلته، وحاولوا ألا ينفذ الحجز لكنهم لم يقدروا. تقدم منه والده قائلا: ألم تقل بأن صديقك سيبعث لك المحاضرات دائما، فلماذا أنت مهموم؟ جوان: نعم أبي، لكن المحاضرات ستتأخر علي، وأنت تعلم أنني درست الحقوق استجابة لرغبتك وليس لرغبتي، ومع ذلك لا أريد أن أرسب في أي سنة من سنوات دراستي. الأب: وأخوك حسن يريد مصروفا ومصروفه كبير، لذلك سأبيع طنين من القمح كي اسكت، وسأعطيك مبلغا قليلا كي تذهب في الشهر القادم. جوان: ولكن يا أبي هذا حرام أن تبيع طنين من القمح ونحن ما زلنا في الشتاء بمبلغ قليل، فهؤلاء المرابون لا يخافون الله. الأب: وماذا سأفعل؟ أحس بأن يدي مبتورة، كلكم تدرسون ويجب أن أكمل رسالتي في تعليمكم، وبالنسبة لك سأعطيك 4000 ليرة، وهناك أخوك أحمد أمامك سيساعدك حتى يفرجها الله. لم تبقى رحمة على الأرض، فلا أحد يدين الآخر، بل صاحب المال يستغل حاجة الشخص، يشتري منه طن القمح بمبلغ تافه، والقمح لا يزال أخضر ولم يتم حصاده، ليرجع المدين له المبلغ مع فائدة حوالي 20%. هي في أصلها ربا، ولكنهم يتحايلون على الدين والشريعة بشراء القمح وهو أخضر. لا يعلم أحد كيف صرف جوان تلك 4000 بعد ذهابه للجامعة. دائما كان يقول لنفسه: هذه النقود يجب أن تكون لإخوتي وعائلتي وأنا أصرفها. كان حريصا ألا تذهب ليرة واحدة دون ما فائدة، ولم يكن ليحضر إلا القليل من المحاضرات، ويكتفي بالذهاب للجامعة 2 أو 3 في الأسبوع ليجلب صورا عن المحاضرات وليرى هيلين. كلام والده عن بيع القمح قبل الحصاد أحزنه، وبعث في روحه الأمل أيضا، فبعد أيام قليلة سيلتقي بمن ملأت حياته نورا، وهذا ما بث النشاط فيه، وعاد لهوايته في جمع الأمثال الكردية التي بدأ بها منذ أكثر من 2 سنين. أخذ دفتره وجلس مع أمه يقرأ لها الأمثال علها تتذكر مثلا لم يكتب، وكان يذهب لرجل في عمر أبيه ليستعين به. هذا الرجل كان يملك ذاكرة فولاذية، يحكي لك القصة وفي منتصفها يسقط هذه القصة على حالة من القرية أو المدينة، فيندمج المستمع مع هذه الحالة وينسى القصة، ولكن الرجل يعود لسرد قصته إلى أن يكملها بعد أن يكون قد أسقطها على حالة معينة. والجميل في هذا الرجل الطيب أنه كان يقول له: أنا مساعدك، وأي تفسير للأمثال سأفسرها لك أيضا. كانت هناك امرأة مسنة تقول له الكثير من الأمثال، وكان أصدقائه في القرية يساعدونه، فترى أحدهم يأتي إليه ليخرج من جيبه قصاصة ورقية صغيرة مكتوب عليها مثل جلبه من قرية أخرى كان ضيفا فيها. جميلة هي حياة القرى، تسودها البساطة والتعاون. ففي الصيف عندما يقوم أحدهم بتسييع سقف بيته الطيني التعيس، ترى عدة أشخاص يقومون بمساعدته، فيأتيهم إبريق الشاي يحتسونه في ظل البيت، يفترشون الأرض وكأنهم في حديقة بديعة، يتناولون الأحاديث ثم يقومون ليكملوا العمل بهمة عالية. وهكذا هو التعامل الإنساني بين بني البشر. أما في الشتاء فيجتمع رجال القرية وشبابها كل ليلة في بيت من بيوتهم ليبدأ الحديث عن الوضع الاقتصادي البائس وعن قلة المطر وشح الأمطار، ليقودهم الحديث إلى السياسة، فتحدث خلافات بينهم، لأنه لا بد أن يكون بينهم شخص مخالف لهم في كل شيء، وهذه طبيعة البشر. وحل هذه الخلافات يكون بيد رجل كبير في العمر، حيث يقول لهم: انتهوا من هذا الحديث ودعونا نلعب الورق. حينها يوافق الجميع على هذا الاقتراح، فينقسمون إلى لاعبين وجمهور،
وهكذا يستمر اللعب حتى منتصف الليل، ليغادر كل شخص إلى بيته، فيقوم صاحب البيت بفتح النوافذ من أجل تغيير جو الغرفة الممتلئ من دخان سجائرهم. ففي إحدى المرات قام جوان وأخوه حسن بعد أعقاب السجائر بعد رحيل الضيوف، فتجاوز عدد أعقاب السجائر المئات خلال ساعات قليلة. أناس بسيطون يختلفون في السياسة والاقتصاد وحالة الطقس، ويتفقون في لعب الورق. في إحدى الصباحات يستيقظ جوان على صوت أخته الصغيرة وهي تبكي وتقول لوالديها: لن أذهب إلى المدرسة. ومحاولات الوالدين لإقناعها لا تنفع. بعدولها عن قرارها يناديها جوان وهو في فراشه: ما مشكلتك يا فتاة؟ لماذا لا تذهبين إلى المدرسة؟ فتقول وهي تبكي: حذائي قديم وممزق، وعندما ينزل المطر يدخل الماء فيه، وخاصة عندما يسير النهر لا أستطيع تجاوزه إلى المدرسة. جوان، كل المسافة بين البيت والمدرسة لا تتجاوز 200 متر، وهذا الجدول الصغير بين القرية والمدرسة أصبح نهرا، وهو أصلا لا يفيض إلا عندما ينهمر المطر بغزارة. الحمد لله حتى الآن لم نرى المطر إلا نادرا. يقول لها والدها: صغيرتي، إن جلبت لك حذاء فأخوتك زانيار وشابال أيضا سيطلبون، ولا يوجد في جيبتي ثمن حذاء واحد، فكيف أشتري ثلاثة؟ زانيار في الصف الأول الإعدادي، ذكي ولكنه لا يدرس، وعصبي المزاج، فعندما يطلب أمرا ما ولا يتحقق يهرع مبتعدا عن البيت ويأخذ بضرب نوافذه بالحجارة، وهو عنيد جدا. عندما كان صغيرا قال له حسن وجوان: أنت جبان، فتحداهما بقوله: أستطيع قطع سلك الكهرباء الموصول بالمسجلة. طبعا لم يصدقا، بل قالا له: اقطعه، فمسك السلك وقطعه، لكن الله ستر ولم يتكهرب. أما شابال فذكي جدا في المدرسة ومتفوق على كل الطلاب، ويسمع من زانيار، فهو كالظل له، أينما ذهب زانيار ترى شابال ظلا له، لكنه يسمع من جوان أكثر. فبالرغم من أنه في الصف الخامس الابتدائي، إلا أنه عندما يغضب يخرج من البيت فينادي والده جوان ويطلب منه أن يذهب ليراضي شابال ويجلبه للبيت. تتدخل الأم وتقول: لا لا، زانيار وشابال لن يطلبا شيئا، فحذاؤهما في حالة جيدة، المهم اشتري للفتاة حذاء كي لا تكون أقل من صديقاتها، وكل ما نحن فيه بسببك وسبب اجتماعاتك الحزبية التي كنت تفضلها على بيتك، واعتقالك جاء ليهدم كل شيء. الأب: لا حول الله، أنت ستبقين تكررين هذه الأسطوانة حتى موتي. أجل، أنا السبب والله يعطيني العافية. ينادي ابنته وبعدها ويعدها بأن يشتري لها حذاء اليوم. جوان: إذا اذهبي إلى المدرسة بسرعة قبل أن يدخل الطلاب ويعاقبك المعلم. تمسح أخته الصغيرة دموعها وتلبس حذاءها المنتهي عمره وتقول لوالدها: ستشتريه اليوم يا أبي، أليس كذلك؟ الأب: أجل يا عيون والدك، سأشتريه اليوم. تنطلق الصغيرة باتجاه المدرسة وقد جاء بكاؤها بنتيجة. شباب ما خوش